السلام عليكم اخوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ تبارك الله عليكم، عواش مبروكه بالصحه والسلامه. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. الله يبلغكم ويانا جميعا ليله القدر يا ارحم الراحمين. المهم انا اول مره غنسجل في هذا الفيديو هيدا كنهضر. المهم اخوتي، انا كنت عملت معكم فيديو طريقتي كيفاش كنعمل لاباط بيتزا. صراحه الله اللي كتجي روعه، كتحمق في تيتيا اللي دائما كنعملها انا وليداتي اللي كتعجبني. والفيديو صراحه خوتي تمسح لي. نتمنى هذا الفيديو يلين اعجاب ديالكم ويعجبكم هذا المونتاج. كنهضر بحال هاد الطريقه هذه اول مره نعمل مونتاج بحال هيدا. عملته شي مره ولكن اول مره غادي نعمل زعما كنهضر وكنقول المقادير. هادشي اللي كان بقى فيا فيديو ديالي تمسح لي. هنا غادي تشوفوا عندي ديك بانيو فين عملت العجينه ديال مقادير العجينه. كنت نزلت هنايا الفيديو، سجلت الفيديو تمسح لي. المهم ما علينا خوتي، هنايا في هذا البلاطو عندي لامبه د الحليب دافيه، كاس د الحليب دافي، كاس د الماء دافي، معلقه كبيره د الخميره فوريه، عندي معلقه صغيره د السكر، السحتر، وبودرة الثومة، وشوية د البودرة الثومة هاذيك اختيارية اللي كيبغي يعمل السحتر، هادشي كامل، والملاح. حتى جيت نعمل السميدة عاد عملت الملاح بشي سميدة هذا فينو، عاود كاس د الفينو. قبلوا على الهضرة ديالي. المهم كاس د الفينو، خلّط داك الشي. حين عملت ديك المقادير كاملين خليتها رتحت واحد 2 دقايق، 2 دقايق هيدا خليتها رتحت، عاد زدت لها الكاس د الفينو. والطحين كنمشي بالتدريج. بالنسبة للطحين هزّت ليه ديك الطاسة كما كتشوفوا، وشوية واحد الربع طاسة، واحد الربع ماشي كامل. المهم عينكم ميزانكم، العجينة خصها تجي خفيفة كما كتشوفوا. من بعد ملي عجنت العجينة ديالي غادي نشبر وغادي نجمعها بالزيت البلدية، غنجمعها مزيان حتى نشفها بديك الزيت. ضروري هاد الطريقة كتجي غزالة هاد لاباط الصراحة د ربي الحبيب، كتجي فنة فنة. بعد من غادي نجمعها مزيان باش نخليها ترتاح. ملي غنجمعها هنا عندي معجونة تبارك الله ومدلوكة غزالة. غادي نجمعها، نتوما تشوفوا كيفاش. كما قلت لكم انا اول مرة نعمل مونتاج بحال هيدا. هنا جمعتها كما كتشوفوا، شحتت من ديك الزيت. دابا غنزيد لها شوية زيت بلدية، هانتوما كتشوفوا، وغنغطيها ونخليها ترتاح مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالها. انا كنت زربت عليها شويه، هي رتحت ولكن كان باقي خصها تزيد ترتاح. ترتاح شحال ما رتحت مزيان صافي. هنا من بعد ملي رتحت عاد ترتاح لي العجينه ديالي. مشى لي فيديو باش كنت كنقطع، مشى لي كلشي. المهم هنايا غادي هانتوما نبقاو غير شي تصاور. هنايا طلقت العجينه ديالي وقطعتها بواحد القطاعه، هانتوما عاد تشوفوها هذه ديك القطاعه اللي كيعدلوا بها الحرشه. قطعتها من بعد تشكيتها بالطينيدور وصافي، وطيبتها نص طياب في الفران. وكان هذا هو الشكل ديالها. صراحة جربوها وردوا عليا الخبر وقبلوا على الفيديو. الله يجازيكم بخير، وما تنسونيش بلايك واشتراك باش يوصلكم كل جديد. انا كنت عملت فيديو بالصوت ديالي، وملي مشات لي لاباط صافي، ملي مشى لي الفيديو تعصبت، ما نكذبش عليكم اخوتي. صراحة كنت ما ننزلش هذا الفيديو، ومع انا كنت كنقول اللي بغا نعمل لهم الطريقه ديال العجينه غنعدلها صافي، واضطريت ننزل غير هيدا. وصافي هانتوما كما كتشوفوا الطريقه جات فنه الصراحه، فنه روعه اللي كداك لا كدوب في الفم والله العظيم. صافي ديك الساعه كتعمرها باي حشوه كانت عندك بلي كتب الله، واخا غير الخضيره والله العظيم اخوتي، واخا غير جعده وقريعه وبصيله وشحره وعمله فوق منا. وغير ديك الكيسو الدرهم كنوري لكم هنا ديك القطاعه فرحانه بديك القطاعه يلاه شريتها. عندها القطاعة وعندها باش كتعوض الحرشة. قلت لكم عمروها بلي كتب الله، كتجي كتحمق صراحة. الله كنتمنى الفيديو يلين الاعجاب ديالكم. الله يجازيكم بخير وتبارطاجيوه، وما تنسونيش من لايك. دعموني اخوتي، الله يرحمكم الوالدين. والله العظيم الا عملت هذه القناه انا محتاجه ليله صراحه، ماشي غير عملتها باش نقول كهوايه ولا شي حاجه، انا عملتها باش نخدم بها على راسي ونعاون بها وليداتي الصراحة. خوتي الله يجازيكم بخير، والسلام عليكم، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.